مساء الخير يا جماعة، احنا حالا بالليل قلنا نغير بقى السلام عليكم شوية. قلنا نقول مساء الخير. قبل أي حاجة يا جماعة صلوا على النبي كتير وصلوا على الرسول في سركم في كل وقت وفي كل وانت نايمة، لو صحيتي وانت بتطبخي وانت بتغسلي وانت بتروقي وانت بتسرحي لعيالك وانت ماشية في الشارع، على قد ما تقدروا صلوا على النبي. طبعا الصلاة على النبي بتمحي الذنوب وبتعمل بركة وكل حاجة كل حاجة بتشفي كمان. طبعا قبل ما نبدأ طبعا الفيديو بتاعنا محتاجة منكم متابعات القناة، إيه، تعليق ولايك. النهاردة هعمل مكرونة بصلصة وبطاطس محمرة وبيض، بس طبعا هنعمل ده واحنا طبعا برضو بندردش مع بعض في كلام تاني. بص انا هكلمكم على السهل والصعب. السهل انك تتحب وتتشاف وانت الضحك مالية وشك كده ومنور ومودك رايق ومش واجع دماغ حد بمشاكلك. ده سهل قوي ان انت ساعتها تتحب، يعني اي حد يشوفك بالوضع ده هيحبك. واهم حاجة ورقم واحد ان يكون معاك فلوس، ومش فلوس مثلا في وقت معين، لا ده انت في كل الاوقات يبقى معاك فلوس. وشرط انك تكون بتدي، يعني لازم أن تكون بتدي، مش مثلا معاك فلوس بتاعتك لوحدك، لا انت تكون بتدي. ساعتها هتلاقي حبايبك كتار، يعني مش عايزة اقول لك شعب. الصعب بقى انك تتحب وانت محتاج بقى زقة، محتاج دعم، محتاج طاقة، محتاج فلوس، محتاج صحة، محتاج أي حاجة. الصعب بقى ساعتها إن أنت تتحب رغم إن أنت كنت نفس الشخص، لا بس أنت حالا الموضوع اتغير، ما بقتش الشخص اللي هم بيدوروا عليه أو الشخص اللي هم حابين يصاحبوه. فده الفرق بين السهل والصعب. بس للأسف احنا بقينا في زمن هو ده اللي بقى موجود وهو ده اللي بقى كتير. من هنا بقى المفروض تدي لنفسك، أو بمعنى أصح هنا بتبان أهمية الناس القليلين اللي عايزينك بجد ومتقبلينك بعيوبك وبيقفوا معاك في شدتك، اللي مهما الدنيا جت عليك هم معاك. الدنيا تيجي عليك أكتر هم يقفوا معاك أكتر. عشان كده مش عيب إن كل فترة أو من وقت للتاني تعمل تصنيف للناس وتعيد ترتيبهم بناء على إيه بقى مواقفهم معاك، سواء بالدعم أو بالتخلي. وفي ناس انت تشيلها من حياتك خالص، تعمل سلة كده، كل فترة تعمل تصنيف وتعمل ترتيب للناس. في ناس تطلع في المرتبة الأولى، وفي ناس تنزل في المرتبة الأخيرة، وفي ناس تشيلها ترميها معلش يعني في الكلمة، في الباسكت بتاع الزبالة خالص. دولت انت أصلا ما تعرفهمش تاني. فانت من هنا بتبدأ ان انت ترتب بقى كل فترة كده، كل موقف بعدها بيحصل لك تبدأ ترتب. بس مش المواقف اللي فيها دعم وفيها لأ، بالمواقف بتاعة التخلي. تشوف مين وقف معاك في محنتك ومين سابك، مين عمل نفسه شايفك، مين عمل نفسه مش شايفك، ومين اتعمد يسأل عليك وتعمد يجيلك عشان يسأل عليك ويشوفك معدن الناس دي يا جماعة، ومعدن العلاقات الحقيقي في المواقف دي بالذات بيبان بدون تجميل، بيبان فيها الحقيقي، وبيها بتعرف مكانك ومكانتك عند الأشخاص دول. المواقف يا جماعة جديرة إنها تكشف لك معدن العلاقات بجد. إنما وأنت حلو والدنيا معاك عراي ما بيقولوا كده 100 فل و14، لا ما تقولش ده صاحبي، ما تقولش ده لا عمره ما يعمل كده. أكتر واحد بتقول عليه عمره ما يعمل كده أكتر واحد بيطلع عليه الأصل، أكتر واحد بيقل بأصله معاه. ويبقى ده أنت يعني عمال تقول هو ده، بالعكس ده بيكشف لك كمان حاجات عن نفسك أنت ما تعرفهاش. بتفوجئ ان انت من قال عليك كلام انت ما تعرفوش، تقول انا عملت كل ده، انا قلت كده، انا كان قصدي كده، انا كل ده انا عملته. بيعرفك كمان نفسك. بالعكس بقى بيخليك يعني ممكن لو انسان ضعيف شوية او انسان ما عندوش ثقة في نفسه يتأثر بالكلام. بس ان شاء الله ربنا يبعدنا عنهم ويأذيهم ويلهيهم بعيد عننا، في حالهم بعيد عننا، اللهم امين يا رب العالمين.